والكام لعيب اللي احنا كرهناهم من ساعه ما كولر كان بيلعبهم، خصوصا احمد رضا ابن اختك عماد النحاس ما بيخلوش يشارك غير طبقا لرؤيته الفنيه. واحنا بنقول عماد النحاس مدرب محترم وبرضك مش هنقيمه من ماتشين، بس الواضح ان الراجل بيلعب السهل وبيلعب اللعيبه اللي هو عنده ثقه فيها بصرف النظر اللي هي ما كانتش بتشمها. النهارده احنا فرحنا بوجود علي معلول في الملعب، والورد مهما دبل هتفضل يخطو فيه. وانت يا كولر اللي كنت هتدبل اللعيبه دي، واللعيبه دي لسه بتقول احنا نقدر ندي لمده كام سنه تاني، واحنا شفنا ده في ارضيه الملعب. النهارده سيحه ده دخل فيه 5 تجوان وشال قصادهم بتاع 10 تجوان. سيحه كان بيقول يا رب الماتش يخلص، يا عم صفر يا عم امين يا عمر، يلاقي كوره معديه من تحت رجله ما عدتش، كوره خبطت في ايده، طلع كوره، طالع بيقول استرها يا رب، يلاقي الكوره في ايده. امام عاشور اللي واخده يستحق مان اوف ذا ماتش، ولعيبه الاهلي كلها كانت بتلعب كوره حلوه وبنلعب كوره هجوميه اللي مفتقدينها بقالنا كتير جدا جدا. كنت شايف الشوط الثاني في حته من ايام فايلر، الاهلي بيجيب الكوره من ورا ويطلع بيها وبينقل وبيلعب بشكل هجومي وشكلنا كان جميل. ده اللعيبه النهارده من كتر ما الكور كانت بتبقى انفرادات وهجمات ولا اجمل، يعني اللعيب الكوره كانت بتتلعب كبينيه او انفراده، لاعبين ثلاثه يبقوا جنبها كانوا بيخبطوا في بعض من كتر ما كل واحد نفسه يجيب جول.